وفي النهاية يا صديقي، عرفنا في الفيديو ده ازاي تتحكم بنفسك، وازاي لو نفسك أمارة بالسوء تحولها لنفس مطمئنة، وعرفنا مين اللي تديله الدركسيون وتعتمد عليه ومين تبعد عنه عشان لو قربت منه هيوديك لطريق الهلاك. واختم الفيديو معاك يا صديقي بالمقولة اللي صدعتك بيها طول الفيديو، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ تخيل كده معايا صديقي اللي انت قاعد جوه عربية، بس اللي سايق العربية دي مش انت. تقول لي عادي يا عم، ممكن ابقى قاعد في تاكسي او قاعد في عربيتي بس جايب لي سواق، انا من راجل غني. اقول لك لا يا صديقي، اللي بيسوق العربية دي واحد مش خايف عليك ومش عارف انت رايح فين اصلا، كل همه انه يشبع مصالحه ويقضي رغباته وبس. بس انت مش مهم يا صديقي. تقول لي انا كده بدأت اشك. اقول لك يا صديقي ان العربية دي هي حياتك، واللي غالبا انت مش سايقها وسايب ناس تانية او اشياء تانية تسوقها لك. ممكن اللي يكون بيسوقها يا صديقي هو الترند، وممكن يبقى كلام الناس، وممكن يبقى شيطان سواء من الانس او من الجن. والمصيبه الكبيره ان اللي يسوق عربيتك نفسك. تقول لي ازاي يا عم؟ دي نفسي، دي حبيبتي، ده انا اكتر حاجه بحبها في الدنيا هي نفسي. اقول لك لا يا صديقي، لو سبت الدركسيون لنفسك يبقى انت رايح في الضياع يا صديقي. نفسك يا صديقي ما هي الا شيء عاوز يقضي رغباته وغرائزه من غير ما يعرف الطريق. فان شاء الله نعرف في الفيديو ده تدي الدركسيون لمين وازاي توصل لطريق النجاه. وحتى لو نفسك بتسوق عربيتك بطريقة غلط هتعرف ان شاء الله تخليها تسوق العربية صح. تابع الفيديو النهاية يا صديقي، تنساش اللايك والاشتراك، عيب عليك. بص يا صديقي، كل واحد فينا راكب عربية اسمها حياته، يا إما تمشي بيها في طريق مستقيم يوصلك في الآخر للنجاة وللطريق الصحيح، يا إما في الآخر الطريق التاني يوصلك للهلاك والهاوية. الناس يا صديقي أغلبيتهم مش ماسكين دركسيون عربيتهم، يا إما عاطينه لكلام الناس. أول ما الناس يقولوا كلمة خلاص يبقى ده الصح، الناس بتعمل حاجة غلط يبقى هي صح خلاص. يعني لو شاف 100 واحد بيشربوا سجاير يبقى كده السجاير خلاص بقت صحيحة كده، يعني بقت حاجة حلوة. وحجتهم ما كل الناس بيعملوا كده. لا يا صديقي، في ناس بقى تروح حاطيه الدريكسيون بتاع حياتهم للترند. انا ماشي مع الترند، اي حاجه ماشي مع الموضه، اي حاجه تطلع انا تبعها، ما يفكرش كده ويشوف الصح من الغلط. لا، اي حاجه تبع الترند انا وراها على طول. في ناس تانية بقى تدي الدريكسيون بتاع عربيتهم للشيطان، وسواء من الانس او من الجن، فيخلي عندهم حد مقدس ما يسواش في سوق الرجاله 3 جنيه ويخلوه هو ده قدوتهم، اي حاجه يعملها تبقى صح. وفي ناس بقى تدي الدريكسيون بتاعها لنفسهم، اي غريزه عندهم هعملها، سواء بقى حرام سواء تاني حرام سواء عيب، انا هتبع غرائزي، هتبع شهواتي، هتبع اهوائي، ماليش دعوه باي حاجه تاني. وفي بقى النوع الاخير يا صديقي اللي هو بيدي الدريكسيون بتاع حياته لحاجه هتوصله في النهايه لبر الامان، بيخلي القران هو الGPS بتاعه، وبيخلي سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي تعليمات السواقه. طب هتقول لي ازاي اوصل للنوع ده؟ اقول لك يا صديقي، خليك انت اللي متحكم في الدريكسيون يا صديقي، وده يبقى نربط نفسك بالقران وبالصلاه وبالذكر وطوعها. يعني النفس غالبا بتكون أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أيوة، في نوع تاني من الأنفس، واللي هي النفس اللوامة اللي عرفناها في سورة القيامة يا صديقي. ولو ما اتفرجتش على تفسير سورة القيامة فأنت فاتك كتير، روح اتفرج على تفسير بعد الفيديو ده. المهم، النوع الثالث من الأنفس واللي هي النفس المطمئنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الأنفس. النفس الأمارة بالسوء نفس بتقول لك إيه؟ وحد بيصوم؟ حد بيصوم في الوقت ده؟ جو حر يا عم. حد بيصلي في المسجد في الجو البارد ده؟ يا عم فكك بقى، خليك نايم أحسن. هي دي النفس الأمارة بالسوء. فأنت يا صديقي لازم تطوعها. طب أطوعها إزاي؟ أقول لك يا صديقي، في البداية خد منها الدريكسيون. مش أي غريزة ولا أي شهوة ولا أي طلب ولا أي هوى تطلبه منك نفسك تروح عامله على طول. لا يا صديقي، فكر، وزي ما قلت لك خلي الGPS قرآنك وخلي سنة رسولك تعليمات السواقة. مش أي غريزة تمشي وراها يا صديقي، ومش أي رغبة تتبعها وأنت أعمى مش شايف اللي قدامك. نفسك يا صديقي عاوز تشبع غرائزها وشهواتها وهي مش خايفة عليك أصلا. تاني حاجة يا صديقي، حدد هدفك. شوف أنا عاوز أبقى إيه؟ هل عاوز أخش الجنة وأكون إنسان نظيف وقلب نظيف وعاوز أرضي ربنا، ولا عاوز حاجات تانية؟ واصدق مع نفسك. لو أنت شفت نفسك اللي أنت عاوز الحاجات التانية دي، راجع نفسك يا صديقي. وعادي لو غلطت، الكل بيغلط يا صديقي، الكل بيغلط. تالت وأهم حاجة يا صديقي، حاسب نفسك دايما. تعال في كل آخر يوم وشوف، هل أنا انحرفت عن المسار الصحيح ولا أنا لسه ماشي في الطريق المستقيم؟ هل العربية لسه ماشية صح ولا راحت شمال؟ واخر حاجه يا صديقي، خلي لنفسك قدوه، لانك لو مالكش قدوه يا صديقي هتتبع هوى نفسك. الانسان اصلا بيحب التقليد، ما بيحبش يفكر من دماغه، دايما يشوف الناس بيعملوا ايه ويتبعهم الا قليلا. فانت يا صديقي لازم تعمل لنفسك قدوه. ما سالتش نفسك ليه الاسلام داخل في كل تفاصيل حياتنا، حتى اعزك الله وانت في الخلاء في احكام فقهيه في الوقت ده؟ عشان يا صديقي لو سابك لنفسك انت هتروح في داهيه حرفيا. فهو ربنا اللي خلقنا وعارف طباعنا واحوالنا، وهو انسب واحد يحط لنا الدستور والطريق اللي نمشي عليه.
فعشان كده ارسل لنا وانزل لنا GPS هو القرآن، وخلاه واحد يكون قدوة لينا ويدينا التعليمات بتاع السواقة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكررها ثالث مرة يا صديقي، خلي القرآن الGPS بتاعك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تعليمات السواقة، لأن صديقي ما تكرر تقرر. وفي النهاية يا صديقي، عرفنا في الفيديو ده ازاي تتحكم بنفسك، وازاي لو نفسك أمارة بالسوء تحولها لنفس مطمئنة، وعرفنا مين اللي تديله الدركسيون وتعتمد عليه ومين تبعد عنه عشان لو قربت منه هيوديك لطريق الهلاك. واختم الفيديو معاك يا صديقي بالمقولة اللي صدعتك بيها طول الفيديو، وهي خلي القرآن GPS بتاع حياتك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تعليمات السواقة. عشان يا صديقي لو عملت حاجة غير كده انت خلاص هتبقى في الباي باي يعني. هتعمل ايه يعني؟ انت خلاص لو عملتش بالحاجات دي هتبقى رحت في الضياع. وبس كده يا صديقي عشان ما اطولش عليك بقى، يلا أزال الله أن نعمكم الهموم وشرح لنا ولكم الصدور وأسد أوقاتنا وأوقاتكم، فإنه هو الحي القيوم وهو يعلم أني فيه يحبكم، فإنه علام الغيوب، كان من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.